صراحة أنا بالنسبة لي كانت نكسة غير متوقعة من جانب المدرب اللي مقراش الخبث ديال الكرة الإفريقية. واش كان طارق السكيتيوي هو اللي خصو يكون في هذا المكان؟ واش ما كانش استشارات مع عقلاء هذا الوطن الحبيب اللي بكى مورا الميت خسارة؟ تحية لكم إخوان أخوات، نتمنى أنكم تبارطاجوا هذا الفيديو. صراحة كسائر المغاربة ما نكذبوش على راسنا أن حسينا بواحد النكسة وحسينا بواحد الذل اللي كاملين توصلنا لأن المنتخبات الإفريقية يعني الخبث اللي فيهم ما عمره يحيد، رغم أن كان تقدم وازدهار وتطور وعقلية أخرى، ولكن باقى العقلية ديال الأفارقة جنوب الصحراء متحجرة، يعني كأنك كتلعب مع وحوش. وهذه صراحة وهذا واقع شنا كامل كمغاربة. نبداو بالنقطة الأولى. السرقلاقي، اسمح لي هذه وجهة نظري أنا ولا ألزم بها أحد يا صديقي، حان وقت الرحيل، لأن هاد المباراة خصوصا هاد المباراة النهائية كانت خاصها تربح بأي طريقة وبشتى الوسائل بخبث الأفارقة. ما تعلمنا الصراحة منهم والو. هنا فيك يتجلى الدور ديال اللعابة أو اللاعبين اللي عندهم واحد الحنكة في إفريقيا جنوب الصحراء. كان تستعن بسفيان الرحيمي، كان بزاف ديال اللاعبين في بركة الاحتياط اللي انت قصيتيهم، ما عرفتش واش باش دير الخاطر بعض اللعبة. حنا ما كنبخسوا قلت حتى شي واحد العمل ديالو، مشكورين كل اللعابة سواء اللي دخلوا ولعبوا رسميين سواء اللي في دكة الاحتياط. كما قلت المنتخب السنغالي والخبث ديالو خبث ديال المدرب والدهاء ديالو، مني لعبنا بهم او لعبنا معهم وفي واحد الوقيته شديناهم، وكان بالامكان لو ما كانش الخوف ديالك انت الغير مبرر من الفريق او من الخصم كنت عضربهم واحد 3 و4، وانا كان ما كنبالغش، ولكن انت الخوف ديالك خلى ان اللعابه حتى هما يتبعوك في الخطه ديالك اللي صراحه ما كانتش نافعه مع هاد الوحوش. انا كنقول وحوش واعي ما اقول. غابه من الارجل، شحال ديال الدق كلاو الدراري خصوصا العيناوي، شابو ليه، يعني لعب بالروح الوطنيه وشاب اللهم بارك، باقي صغير ولكن عنده واحد الروح وطنيه بحال الاب ديالو يونس العيناوي، رغم انه تصاب وجهه كله تجلخ ولكن اصر باش يكمل المباراه، وكان عنده صراحه واحد الدور كبير. هنا وصلت في الدقيقه تقريبا حتى في الدقيقه الاخيره فايت ربما 100، لان بالوقت الاضافي جات ضربه جزاء حاسمه هديه من عند الله عز وجل. هنا نطروينا، هنا لعب الخبث ديال المنتخب السنغالي اللا شقيق، لان ملي شفنا هذا الخبث ديالهم اللا شقيق لا الجمهور ديالو كانهم يعني حتى الجمهور ديالهم اللاعب 12 حتى هو لعب الدور ديالو، لعب الدور ديالو في المدرجات. كان سحر اسود، كانت عده اشياء يعني المنظمين مع الاسف واش ما انتبهوش ليها، واش يعني قالوا صافي ما كاين بس، لان الصراحه حنا داك العاطفه ديالتنا هي اللي خرجت عنا. وفي هذه المناسبات خصها ما تكونش العاطفه، زيرو عاطفه. شوف دابا الناس ديال اوروبا وامريكا ملي كيكونوا منظمين شي تظاهره ما كاينش العاطفه، كريت بات شريت ندغ، خلى والدينا رحمه الله عليهم. حنا فتحنا لي ابواب ديالنا الجمهور، كل الجماهير لا العربيه لا الافريقيه جنوب الصحراء، احتضناهم فرحنا بيهم، ما خلينا ما درنا عليهم اللي ما عمرهم في حياتهم شافوها في المغرب، لا من فنادق بقاو حالين فمهم، حتى من صلاح اللي كيلعب في الدوري الانجليزي، وما ادراك ما الدوري الانجليزي مع ليفربول، واعترف
بالتنظيم، بالضيافة، بأي حاجة، كل شيء يعني متاح. ورغم ذلك لا جمهور لا فروق لا، كلهم ضربوا فينا، كلهم باغين انت المنتخب المغربي يطيح. يعني السم والبغض والحقد والكراهية، هادشي مع الأسف سنين هو كيطرى من عقلت أنا هو هادشي كيوقع. والديب كدار بها مرة، ومع الأسف أنا دارت فينا مرات، لأن مع الأسف كيف قلت هذيك العاطفة مع هذا النوع ديال البشر ما لايقاش. لابد ندير شي عاطفة ندير مع خوتي المغاربة، وهنا ماشي كندير أنا كنتعنصر، ولكن كنقول الصراحة والواقع. لأن فاش كنا كنمشيو عندهم الدواء ديالهم ما كيعقلوش لنا كمارتنا، كيجيبوا لنا شي كار مقرقش، تيران محفر، كيستفزوك بالجمهور بكل شيء. وكنعاود نقول لا دول عربية لا أفارقة جنوب الصحراء، دائما المنتخب المغربي كان مظلوم. الركراكي نقول لك صراحة في هذا الماتش بالضبط ما كنتيش موفق، كسرتي الفرحة ديال كل الجماهير اللي كانوا دايرين الفرحة في جيبهم وفرحانين بها، ولكن انت كسرتيها. اما السي ابراهيم دياز انا ما علمكش، باقي شاب صغير في مقتبل العمر. ربما واش انت اللي فرضتي الوجود ديك باش تسدد ديك ضربة جزاء، او لا اختيار ديال اللاعب انت اللي تسددها، يعني تعاطفا ربما حيت انت قريب منه. هنا خدمت العاطفة على حساب 40 مليون ديال المغاربة، لان ضربة جزاء حاسمة غتحسم في كل شيء وغتكسر هذاك العقدة ديال المغاربة. 50 سنة ما بقيناش شفنا الكاس من 76. انت في لحظة أسير ركراكيك وكنحملك حتى المسؤولية، في لحظة، في ثواني، في أجزاء من 100 ضيعتي الحلم ديال المغاربة وكسرتينا كاملين. الناس جايين من أمريكا، جايين من كندا، جايين من العالم كامل باش يتفرجوا في هذا الماتش. كانت عندهم واحد الثقة كبيرة في هذه اللعبة، ولكن مع الأسف كسرتوها كاملين. وما نلومكمش، ولكن هذا فقط يعني عتاب مغربي قح بحال أي مغربي. سي ابراهيم دياز برافو عليك، لعبتي يعني كأس منذ المباراة الأولى إلى آخر مباراة، لعبتي بالدم وبالروح. أنا ما نبخصوش العمل ديالك، ولكن جيتي لهاد اللحظة هذه الحاسمة وباغي دير لنا البالينكا ولا ما عرفتش شنو باش تختارع. عطيتي لي في يدك شي لي هاك، هنيئا لك الكاس. حنا راه باقيين صغار وقت ما جبناها، وما درتوش بحساب المغاربه اللي كيتسناوكم بفرحه، خليتوهم ينعسوا والدم على الخد ديالهم. ما كذبوش وانا منهم، يعني تحطيم ما بعده تحطيم. كانت كل الظروف متوفره، ملاعب، تجهيزات، الفنادق، اي حاجه، كل شيء ماديا معنويا كل شيء ساهم. اللي ما عمره تفرج في كره، كل اللي مسكين غادي للقهوه كمسلف باش يمشي للقهوه، كل اللي خلى خدمته، كل اللي خلى شحال ديال الامور. السيده كتهضر معايا البارح كتبكي، ما عمرها تفرجت في كره، كتطلب خارج ارض الوطن، كتطلب لصاحب العمل باش تفرج في المنتخب. كسرتوها حتى هي وكسرتو كل المغاربه الفرحه ديالهم. هنا غنعرج على واحد بسرعه، واحد الحقد دفين من بعض الدول أبر إفريقيا جنوب الصحراء، اللي ما عمرهم صراحة ما عمرهم بغاونا. دائما الكره الدافين والحقد الدافين. وكذلك كنتكلم على الأشقاء العرب، بعض الكراغيلة وبعض المصريين، احتراماتي المصريين عفوا، النزهاء. نتوما من قلب داركم أو الديار ديالكم كيعترفوا الناس أن كانت تلاعبات في كؤوس إفريقيا، سواء المنتخبات سواء العصبة. دائما كان الحكم كيساومكم أو كتساوموه، كيقول لك باش بغيتو بيلانتي حمراء، بغيتو كتختاروا. جات علينا حنا لا حكا بيعي الماتش، لا حكا هادي، لا السنغال راه باغي يتنازلوا، لا انتم شفتوا في بلادنا وخسرنا النزاهة. ومع الأسف قلة الخبث الكروي ديال المغاربة والتجربة. فهنيئا لكم يا عرب أو بعض العرب اللي الفرحة ديالنا ما بغيتوش تكمل. برافو عليكم، وبرافو حتى للشجاع السنغال، الكراغيلة وأمثالكم، فهمتيني. كنشكر بعض الناس التونسيين اللي خوتنا
اللي بالقلب، وبعض الخليجيين الأردنيين جزاكم الله كل خير، تحسب لكم. بزاف ما يتقال. وعن نختم بهذا اللي كيقول لك حسام حسن وخوه اللي دائما منبودين في مصر براسهم في دولتهم منبودين، لا حسام حسن إبراهيم حسن من ايامات كانوا كيلعبوا. كتشير ان عندنا 7 ألقاب. مع ما كنتو تلعبوا خلاها سي سعيد صدوق الله يذكره بخير الصحفي الجليل المغربي القح، ما كنتو تلعبوا مع إثيوبيا في بداية الكأس أفريقيا ومع السودان وكتربحوا، كتبداو الماتش كتبداو البطولة الأربعاء كتساليوا السبت. ومن يلعب المنتخب المغربي أول مرة في 1972 قساكم وحرمكم من الصعود إلى البطولة، قساكم في الأدوار التمهيدية. ويكفينا فخرا الحمد لله وصلنا رابع كأحسن فريق منتخب مغربي، أول دولة عربية توصل نصف النهائي، الربع الأوائل في العالم. يكفينا فخرا أن الشباب ديالنا داو كأس العالم، يكفينا فخرا دينا كأس العربي، يكفينا فخرا كأس إفريقيا المحلي، يكفينا فخرا دينا كأس إفريقيا للنساء، وباقي إن شاء الله خير يعطي، لأن الحمد لله عندنا واحد إصرار، وإن شاء الله الخير باقي يجي لقدام. وهاد اللعبة إن شاء الله بإذن الله عيدوا إن شاء الله كأس إفريقيا وخارج أرض الوطن. وعقلوا على كلامي. تحية لكم.